بتسمع إعلانات بتقول لك سافر لكندا بدون لغة، سافر لكندا بدون خبرة، سافر لكندا بدون شروط. يا ترى ده حقيقي؟ للأسف الموضوع أكبر من مجرد إعلانات، دي شبكات نصب محترفة وبتستغل أحلام الناس كلها وبتهدد مستقبلهم. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الحقيقة الكاملة وراء كل الإعلانات دي، وإزاي تكشف النصابين وإزاي تحمي نفسك من الوقوع في الفخ ده، وفوق ده كله إن أنت إزاي تعرف تهاجر لوحدك من غير كل المشاكل دي. تابعونا لاخر الحلقه، انا احمد حمائي واضمن لكم ان انتوا محدش هيضحك عليكم ويسرق فلوسكم. طيب خليني اقول لك، هو النصاب بينصب على مين؟ النصاب بينصب على الطماع. يعني بكل بساطه يجي يقوم عامل لك اعلانات وهميه على السوشيال ميديا، وهتلاقيها على اليوتيوب كتير جدا. تعالى سافر كندا بدون اللغه بدون الخبره معانا وبس هتحقق حلمك، ويقوم جايب لك صور بقى ناس ايوه انا رحت كندا مع شركه مش عارف مين، فتلاقي طبعا ايه فيديوهات حلوه وشهادات مزيفه وناس عماله تحكي على قصص نجاح عظيمه وازاي ان هم اصبحوا هاجرت الى كندا ومعي $100 في جيبي واصبحت مالتي ملياردير في كندا. وتلاقي واحد تاني يقول لك سافرت مع الشركه دي جابوا لي عقد عمل رائع وبمرتب $200,000. سافرت بدون لغة وأصبحت من الأغنياء. كل ده نصب 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 نصب. الحياة في كندا مختلفة تماما. من الآخر كده، هو النصاب بيعمل إيه؟ بيستغل جهلك بالقوانين، فيجي يقول لك إن أنا عندي طرق الخاصة. مين اللي قالك إن مفيش هجرة بدون لغة؟ مين اللي قالك إن الكلام ده كله؟ إحنا عندنا الطرق الخاصة بتاعتنا ما تقلقش وهنوصلك لكندا بسهولة، وكل اللي هو بيحكوا لك ده غير قانوني. أول حاجة هتعرفها كمان من النصاب ازاي تفقس النصاب، أول حاجة يقول لك اديني بس رسوم الاستشارة، اديني حجز فتح ملف، اديني مش عارف ايه. وغالبا بعد ما تدفع كل الفلوس دي غالبا يا الشركة بتختفي، يا إما بقى بيعملوا فيك ايه؟ يعمل لك وعود كلها كده، ويقوم قايل لك ايه انا فتحت لك الملف، ويوريك فعلا على الكمبيوتر ملف مفتوح قدامك باسمك بكل حاجه. بس اللي عايز اقوله لك ده ببلاش، الحكومه الكنديه عامله لك ببلاش، مش محتاج تدفع فيه ولا دولار واحد. لكن هو تلاقيه مثلا فتح الكلام $1000، حضرتك زي طبعا الغلبان قمت رايح مطلع من جيبك $1000 شقاك وتعبك واديتهم له عشان النصاب يفتح لك بيهم ملف حقيقه هو ببلاش على موقع الهجره الكنديه. يقوم جاي لك بعد كده كمان يقول لك ايه، تعالى بقى ده انا هجيب لك عقد عمل مضمون، وغالبا العقد ده بيطلع مزور مش موجود اصلا في الشركه بالاسم ده. وبعد ما حضرتك بتقوم دافع كل الكلام ده، تلاقي نفسك في النهايه خالص وقعت في فخ كبير جدا وبالسلامه، انت وفلوسك راحوا في الهواء. ازاي نعرف كمان ان الشخص او الشركه دي نصابه؟ كل اجراءات الهجره موجوده واضحه وصريحه وشروطها محدده، ولو حد قال لك مش محتاج لغه ولا خبره ولا بتعرف انه كذاب. واحطها في موقع اسمه IRCC، موقع الحكومه الكنديه، واضح وصريح وما فيهوش اي حاجه. اهم حاجه تسمع وتقرا وتشوف مين فعلا اللي بيفيدك على اليوتيوب، ومين اللي بيستغل الترند وبيستغل الكلام الفاضي ده عشان يخليك تتفرج ويضحك عليك. وطبعا اهم حاجه كمان ان لو قال اي حد قال لك تعالى بس اديني مبلغ او تامين او رسوم اوليه او افتح لك ملف، كل ده نصب. انا بقوله لكم، انا سمعته بنفسي، انا احمد اهو بقول لكم انا الكلام ده شفته. وتلاقي كمان هو عشان يخليك بقى يجبرك يقول لك الفرصه دي محدوده، احنا عاملين اوفر لغايه اخر الاسبوع، لو ما لحقتش تدفع حالا هتخسر وفرصتك هتروح. النصاب بيحطك تحت ضغط، دايما حطك تحت ضغط. وبتلاقيهم مثلا ايه جايين لك في اماكن وهميه وشركه، مأجرين مثلا صاله في اوتيل، مأجرين مكان كبير جدا، ويقول لك يلا تعالى فرصتك والنهارده واحنا اكبر شركه وطابعين بتاع على مدخل الاوتيل وحاطين. كل ده نصبايا كبيره. الشركات دي كلها نصابه. انا عارف انا بقول لك ايه. زي ما قلنا بالكاش تتجنب ان انت حد يوقعك في الفخ ده، هحط موقع IRCC مرة تانية بعيدها، موقع الهجرة الكندية. استشير أي حد مختص أو معتمد، واحد صاحبك سافر معاه ومعتمد وليه مكان وليه سجل، وتسأل عليهم في السفارة. المكاتب دي بتتسجل في السفارة الكندية، تروح تسأل عليه مكتب أحمد ده موجود عندكم ولا لا؟ مش موجود ما تدلوش اي مليم. واوعى تدفع لاي حد ولا ضمان ولا مقدم ولا فتح ملف ولا الكلام ده خالص. وقبل ما تروح لاي مكان، اسمع مني بقى عشان انا هحكي لك على قصه في اخر الفيديو مهمه جدا، تابع معايا. هديكم مثالين سرعه جدا. اول مثل هو اني لما بدات الهجره، وقلت لكم في فيديو من الفيديوهات اللي قبل كده احط اللينك بتاعه فوق، اما رحت الشركه قالوا لي ادوني $4000. الكلام ده كان يمكن من السنين. $4000 امريكاني. وايه طب يا جماعه ده بدايه الكلام $4000؟ بدايه الكلام. طب انت هتديني ايه في المقابل؟ هفتح لك ملف ايه اللي تفتحه ب 4000؟ موقع الار اس سي بيقول لك الهجره اساسا ملف انت ممكن نفتحه من على الموبايل وانت قاعد،
مش هتدفع فيه ولا مليم. فاي حد يقول لك لا وبتاع، ده كل ده نصب نصب نصب. المثل التاني، اما اني شفت واحده كانت معايا مثلا في الشغل قبل ما اسافر، كانت بتقول لي ده احنا دخلت انا وجوزي خدوا مننا لغايه دلوقتي اكتر من 15,000 دولار امريكاني، وطالبين خمسه كمان، يعني 20,000 دولار امريكاني. قال ايه؟ وبقى لهم معاهم سنتين، وكل شويه يقولوا لهم اصل الهجره بقت صعبه، اصل الهجره مش عارف ايه. اما الهجره صعبه، ما انت واخد 20,000 دولار ليه؟ طب ادونا الباسورد بتاعت الاكونت احنا نتابع احنا. لا خلاص، ما هو ده مفتوح باسمنا، ما ينفعش نعمله لكم، مش هنديكم الباسورد. نصب مقنن، عالم محترفة نصب. خلوا بالكم، اي حد تلاقي مكتوب لك على الفيديو كده على اليوتيوب هاجر الى كندا بدون لغة، هاجر الى كندا بدون خبرة، هاجر الى كندا بدون مال، كل ده نصب. احذروا الناس دي. قصة من القصص برضو النصب، واحد كلمني في التليفون بيشتكي لي، بيقول لي يا احمد انا جيت من دبي، خدوا مني 30,000 دولار، جابوني على عقد عمل، رموني هنا في كندا في شركة مضمحلة ضايعة، بيدوني مرتب 2000 دولار، مش مكفيني اكل وشرب، مش عارف اعمل ايه، والعقد ملزم لمده سنتين ما اقدرش اسيبهم، واجبرني ان انا لازم افضل قاعد معاه. قلت له طب وانت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال لي عشان كنت عايز اهاجر. ده انا كنت مش هقول الوظيفه بتاعته لانه كانت في وظيفه ممتازه في دبي. طب ليه يا ابني عملت في نفسك كده؟ ليه يا ابني وديت نفسك للحته دي كده؟ قال لك انا كنت محتاج فعلا ان انا هاجر، كنت تعبان نفسيا. قلت له ما انت كده بقيت تعبان نفسيا اكتر يا حبيبي. فقال لي ما انا كمان دلوقتي مش عارف هل هرجع دبي ولا اقعد. ده واحد اتنصب عليه، وبني بيرجع لهم تاني يتخانق معاهم ولا حد بيرد عليه، رموه في كندا وبالسلام. طبعا وكانت لفه، واللي فهمته ان هي كان فيها مش تزوير، ولكن عملوا له زي لعبه كده عشان يدخلوه كندا. حاجه قمه في الاهانه. ليه تروح تهين نفسك؟ مش مستاهله. في النهايه الهجره حلم كبير جدا، لكن انا بقول للناس عشان تحقق الحلم لازم تحققه بالطريقه الصح. ما تديش فرصه لحد يستغل طموحك او احلامك. ودايما بقول كده، شاركوا الفيديو ده مع كل واحد ممكن يكون معرض للنصب. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل حاجة جديدة. أنا أحمد حمائي وأشوفكم قريب.